ويا مسا الجمال على كل متابعين ماريو الجمال. النهارده بقى جاي لكم بجزء جديد، الجزء ال 18 من رواية صغيرة على قسوتي. وقبل ما نبتدي اوعوا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان اي جزء جديد من اجزاء صغيرة على قسوتي اعملها تنزل لكم على طول. يلا بينا نبتدي ونشوف حلقتنا بتقول ايه النهارده. بعد ما انجبت مليكة بنتين وسمت كل واحدة من ندى ونادين، وسمت كل واحدة منهم ندى ونادين. بعد كده تم نقل مليكة غرفة عادية. سالم: ألف سلامة عليك يا مليكة. مليكة بتعب: الله يسلمك يا عمو. نادية بقلق عليها: حاسة بإيه دلوقتي يا بنيتي؟ حاسة بشوية تعب في الجرح وكده. سيف: ألف سلامة عليك يا ملوكة. يلا كده قومي بالسلامة عشان بناتك. بناتي؟ هما فين؟ في الحضانة، علشان يعني ضعفاء شوية لأنهم اتولدوا قبل ميعادهم وبكده يعني. خلاص تمام ماشي. شكرا ليك يا سيف على وقفتك جنبي. شكرا يا عمو سالم، قصدي يا بابا سالم. شكرا يا ماما نادية. بتشكريني عليا يا بنيتي؟ انتي مش قلتي ان انتي عايزة تبقي ان انا زي امك؟ انا قلت كده فعلا. انتي وفيتي بعدك ليا يا ماما. وانتي بتقولي يا بنيتي انا زي باباكي برضو. شكرا ليك. وانا برضك زي اخوكي. ما يعني ما تقوليش كده. شكرا ليك يا سيف، انت اكتر واحد وقفت جنبي. برضك ما انكرش جميل بابا وماما عليا. بعد كده هزت راسها بفرح وغمضت عيونها ونامت بسبب جرحها اللي في بطنها. خلص سيف اجراءات المستشفى ودفع تكاليفها، وفي الوقت ده رن مروان: سيف، إيه اللي حصل لمليكة؟ سيف باستفزاز: وانت مالك يا مروان؟ حسابك معايا لما انزل، وهحاسبك على انك قايل للحراس اللي في مصر ما يدونيش اي معلومات عن مليكة. اسمعني بقى كويس، انا هنزل اخر الاسبوع وشوف هيحصل ايه. بعد كده قفل في وش المكالمة قبل ما يرد عليه. سيف بضحكة: لازم تعرف قيمتها وتعترف بحبك ليها. وصلت مليكة وسالم ونادية وسيف البيت. طلبت ان هي تطلع الأوضة، وسيف طلعها الأوضة بعد ما اتسندت عليه. قبل ما يجي مروان بيوم خرجوا بناته بصحة جيدة. سيف لمليكة: مليكة بصي، عاوز اقولك حاجة بس يا ريت تتفهمي. ماشي فهمني. بصي مروان جاي بكرة عشان انا مانع الحراس ان هما يقولوا ليك على اي خبر عنه يعني او عنك. مليكة بخبص: خليه يجي. هنقول ايه؟ خليه يجي. بعد كده سيف قال لها: مليكة بصراحة انتي بتحبيه؟ مليكة بحزن: بحبه. بحبه. عرفت قيمته لما مشي وسابني، بس هو غلط في حق كتير. اطمئنان: حاسس بيكي والله، بس اهدي وكل حاجة ان شاء الله هتتحل. في المساء في الصالون كان قاعد سالم وعلى رجليه نادين وسيف ومليكة. كانت بتدي الببرونة لندى. سيف لسالم: عمي مروان هينزل بكرة. نادية بفرحة: يا حبيبي يا ابني، هو وحشتك قوي. سالم هو بيبص لمليكة: هو انت ايه رأيك يا مليكة يا بنتي؟ رأيي؟ ماليش رأي طبعا، ده بيته يا عمي، يعني يجي في الوقت اللي هو عايزه. حاولي تتقبلي وجوده يا مليكة، ده مهما كان جوزك. مفيش واحد محترم يعمل في مراته كده يا عمي. بس انت غلطتي يا بنيتي برضه. مليكة بحزن: غلطت، بس ما يعملش معايا كده ويكسرني بالشكل ده. سامحيه يا بنتي وعيشوا مع بعض حياتكم. انتوا دلوقتي مش بطولكم، انتوا معاكم بنات محتاجين تربوهم، ويا عالم بقى في المستقبل هتجيبوا لنا احفاد كتير. صح ولا مش صح؟ ده لو خليته يقرب بس من شعره مني. لا يا بنتي ما تقوليش كده، هاني عايز احفاد كتير وعايزكم تملوا البيت ده كله احفاد وتحبوا بعضيكم. مليكة قالت: حاضر، هعمل اللي انتوا عايزينه وهحاول اني اسامحه. خلصوا قعدتهم من الهزار واللعب مع الأطفال وراح كل منهم إلى غرفته. وفي الصباح ركب مروان طيارة في الساعة السادسة. وصل مصر بعد ساعتين سفر. مروان في مصر وهو بيكلم نفسه: وحشتيني أوي، وحشتيني أوي يا مليكة. ونزل وركب عربيته المتخصصة. ووصل تحت القصر بتاعه ودخل بقرة وهيبة. في الداخل كان قاعد سالم ونادية. في الصالون دخل مروان من باب القصر الكبير: فينكم يا اللي هنا؟ سالم ونادية بفرح ليه